طبعا كلنا شغالين تنظيفات عشان العيد. تنظيفات العيد دي ملهاش زي، وعماله تجيبي بقى فلاشه على كلور على صابون وتعملي خليط رائع كده في الحمام. كل اللي بتعمليه ده غلط. اولا الفلاش لما تحط عليه اي حاجه كل دي ابخره بتتصاعد بتاثر على الجهاز التنفسي بتاعك. وياما ناس جالهم اصابات في الرئه واصابات في الجهاز التنفسي واغمى عليهم وجالهم ضيق تنفس وراحوا المستشفيات واخدوا نفس بسبب الحاجات اللي بيعملوها. اللي انت بتعمليه ده مش هو اللي هيديكي احسن نظافه على فكره. هو منظف واحد او مطهر واحد وابداي اشتغلي بيه. الفرح اللي بتعمليه ده ملوش اي لازمه، هيأثر على صحتك وصحه ولادك وصحه جلدك، ولو انت حامل او بترضعي هيأثر على عينيكي، هيأثر على كل حاجه في الجسم، وهيبدا الجهاز المناعي يشتغل، يا يهاجمه يا ما يهاجموش، يا اما يغمى عليكي وانت في البيت لوحدك وتضطري لا قدر الله تروحي المستشفى. طب ليه يا جماعه الكلام ده؟ اول حاجه عشان تاخدي احسن درجه نظافه تنضفي بميه وصابون عادي جدا، بعد كده نشفي، بعد كده افضلي ابداي طهري زي ما انت عايزه. عايز تحطي فلاش يبقى فلاش لوحده، كلور يبقى كلور لوحده. على فكره اي ماده بتتحط على التانية بتفسد بعضها، ومفيش لا ده بينضف ولا ده بيطهر، والاتنين بيبوظوا بعض. فاللي انت بتعمليه ده مش صح وهيضر مش هينضف. فعيشيها صح وخلي بالك على صحتك وصحه اسرتك. لو استفدتي من الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو بتشوفيني على التيك توك دوسي على الزائد اللي جنب الفيديو، خلي القلب لونه احمر، واعملي حفظ الفيديو وكمان اعاده نشر.